السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله كل أوقاتكم أصدقائي ومتابعي قناة الساهر الرحال. ما زلنا في موضوع تحليل جرون الدلو أو جرون القفل الرومانية، وهذا النموذج الثاني الذي سندرسه الآن. طبعا درسنا في الدرس السابق النموذج الأول ولاحظنا طريقة التحليل. سنلاحظ هنا في هذه الطريقة اليوم أو في هذا النموذج اللي معنا اللي هو نموذج B، سنلاحظ أن الفرق أو هناك فرق في التحليل. سنلاحظ أن عدم وجود نمطية في التحليل، بمعنى أنه لا يوجد قانون موحد لتحليل جميع الجرون الرومانية بأسلوب واحد، بل هناك تغيير وهناك تجديد في كل حالة حسب ما يريد صاحب الكنز الذي دفنه ووضع عليه هذا السر. نحن نسميه جرن قفل لأنه يحتوي على المفتاح الذي إذا تم الحصول عليه والعثور عليه بعد التحليل يمكن الوصول إلى الكنز بكل سهولة. ولذلك فإن هذا المفتاح لا يتكرر في كل الحالات بشكل واحد، وإنما هو مختلف من حالة إلى أخرى. وعليك عزيزي الباحث أن تعثر على هذا المفتاح بطريقة ذكية. الآن سنلاحظ طبعا العناصر الرئيسية في جرن الدلو معروفة دائما، وهي العلامتين أو الجزئين الرئيسيين، وهما الجرن نفسه وسيال الدلو. هذا معروف وموحد في جميع أنواع جرون الدلو لكل الحضارات. هذا هو جرن الدلو الروماني النموذج الذي سندرسه الآن ونعرف طريقة التحليل والوصول إلى الهدف. المعلومة المبدئية والمؤكدة دائما حول هذا النوع من الجرون وهو أنه جرن تكنيزي، ولكن هدفه متغير. هنا في هذه الحالة هدفه موجود في مغارة، وكذلك هو آمن تماما. أما موضوع كيف عرفنا أنه آمن فهذا مما أضيفه إليكم من معرفتي الخاصة، والتي لا تخضع لقانون أو نمط معين أو أسلوب معين. في حالة معينة إخوتي الأحبة للدلالة على ذلك أيضا، نحن في حالة وجود المغارة فهي أحيانا تكون آمنة وأحيانا غير آمنة. هذه يعني المدخل الرئيسي. هذه هنا الاتجاهات واضحة أمامنا، وهي الخطوة الأولى دائما في تحليل أي جرن أو أي علامة أن نحدد اتجاهات المكان، وهذا من الضرورة أن نقوم به، وإلا لأصبح عملنا خط عشواء. ولذلك هذا تنبيه للجميع، أرجو دائما إحضار الاتجاهات قبل حتى قياس الأجران. الآن هنا أجزاء الإشارة بشكل واضح ويبدو أمامكم الجرن المركزي، وهناك سيال الدلو نفسه، وهناك إشارة موجودة في وسط سيال الدلو، وهي هنا مهمة جدا ويجب أن ننتبه لها. هنا قياسات الإشارة. قطر الجرن 13 وعمقه 8، المسافة الملونة باللون الزهري 28 سنتي، وطول سيال الدلو 40 سنتي. هذا الأسلوب إخوتي الأحبة في تحديد البيانات
أيضا أسلوب ضروري جدا وغاية في الأهمية. ولذلك أرجو من الجميع دائما التقيد بهذه الخطوات وبهذه البيانات أيضا في نفس الوقت، حتى نتمكن من الوصول إلى مفتاح أي إشارة، أي تفسير أي إشارة. أقصد بالمفتاح هنا حل اللغز، ولا يمكن حل لغز أي إشارة بدون بياناتها الأصلية. الجزء الموجود في وسط الإشارة أو في وسط السيال طوله هو عبارة عن سيال متعرج به حركة جميلة وملفتة للنظر، طوله 14 سنتي. طوله 14 سنتي. سنلاحظ هنا نوع من التشابه أو التقارب أو العلاقة بين هذا السيال وكذلك المسافة المارة بهذا السيال من حافة جرن الدلو إلى طرف السيال، واللي قبل قليل وضحناها باللون الزهري، المنقطة باللون الزهري، واللي طولها 28 سنتي. لاحظوا هنا أن طول هذا السيال يعادل نصف طول تلك المسافة، وهذه نقطة مهمة جدا. كذلك لا ننسى شكل هذا السيال المتعرج، عند رأسه يوجد نوع من ما يشبه الأشواك تأخذ اتجاه معين. دققوا على هذه النقطة لأنها ستلزمنا في الخطوة الأخيرة. طبعا إخوة الأحبة، هذه الإشارة كلها من لبنان، وكنزها موجود ولم يستخرج بعد. الآن عندنا هنا العلامات المحيطة بالسيال، سيال الدلو وجرن الدلو، والملحوظات المهمة في تحديد الاتجاهات. طبعا أنا وضحتها هنا في الدوائر باللون الأزرق واللون الأحمر واللون الأخضر. أما اللي في اللون الأصفر فهي غامضة بالنسبة لي. لماذا؟ لأنها غير منظفة من التراب، وهذا من أخطاء الشباب اللي يبعثوا الإشارات. عموما هذا الخطأ لم يؤثر سلبيا على التحليل، فأنا استثنيته واعتمدت على معرفتي الخاصة. أعتقد أنكم الآن أصبحت لديكم فكرة عما سأفعله بعد قليل، وأي الإشارات سأعتمدها، وإن شاء الله سأكون واثقا بأن متابعي الأحبة وصلوا إلى هذا المستوى الرائع. فلنركز الآن على هذه العلامة، لأننا الآن بدأنا في تحديد المسافات والاتجاهات نحو الهدف. الآن المفتاح يبدأ من هنا، من هذا الرمز، وسنعرف بعد لحظات كيف ذلك. هل لاحظتم إخوة الأحبة شكل هذه الإشارة كلها، وبالذات الجزء الواقع داخل الشكل البيضاوي الأحمر أو الخط البيضاوي الأحمر؟ نوع من القوس هنا، قوس مرتبط برأس، وهذا الرأس به أشواك معدنية مدببة. الآن القوس هنا مع الشكل البارز من أو المنحرف من السيال، سيال الدلو في هذه الجهة، يعتبر هو مميز الاتجاه، وبالتالي فإن الهدف
بهذا الاتجاه، لأنه استطعنا أن نحصل على نقطتين نحدد منهما الاتجاه جيدا. أما المسافة نحو الهدف فهي 14 متر، وذلك بسبب تناسق القياسات بين السيال الذي في وسط سيال الدلو والمسافة الواصلة من حافة جرن الدلو إلى رأس السيال. جاءت هذه المسافة على أساس أنها نصف طول مسافة الخط الزهري، وبالتالي هذه هي المسافة نحو الهدف. أرجو أن أكون قد وفقت في توصيل المعلومة جيدا. وهذا إخوتي الأحبة كما قلت لكم هو نمط فقط من أنماط التحليل عند الرومان. لا يوجد نظام موحد، وإنما كل حالة يجب أن ندرسها على حدة، وذلك لمحاولة فك رموز وسر أي جرن من جرون الدلو، خاصة باستثناء والحديث يعني خاصة هنا عن إشارات جرن الدلو. إن شاء الله سنلتقي في النمط الثالث أو النموذج الثالث من جرون الدلو الرومانية، وعندها ستكتمل المعلومة إن شاء الله تعالى، وستكتمل تقريبا الفكرة حول الطبيعة التي نعتمد عليها في تحليل جرون الدلو الرومانية. تحياتي لكم مني أنا الساهر الرحال.